ألف مبروك للنادي الأهلي وكل جماهير النادي الأهلي على الصفقة اللي تمت الكبيرة بين الكابتن يوسف أيمن والنادي الأهلي. يوسف أيمن بيقول لك النادي الأهلي مش غريب عليا لأنه هو بيتي الأصلي، لأن أنا من قاعدة ناشئين النادي الأهلي، ولعب جنب أحمد عبد القادر ومصطفى شوبير، ولعب جنب كمان أكبر مدافع في أفريقيا وهو الكابتن محمد عبد المنعم صديقه بره وجوه الملعب. يوسف أيمن بيقول لك أبو تريكة قعد معايا ونصحني وقال لي كلام جميل جدا، وكنت ألعب جنب الكابتن أبو تريكة وهو صغير كان بيروح يتفرج على كل مباريات الأهلي عشان فيها أبو تريكة. كمان سالوه مين مثلك الاعلى في الكوره، قال لك راموس. لما سالوا كابتن يوسف ايمن مين اللعيبه اللي هي تعبتك، قال لك كريستيانو رونالدو، لان كريستيانو يا جماعه بيتحرك من غير كوره اخطر ما هو بيتحرك بكوره، ما تعرفش هيعمل ايه ولا هيجيب الجول من اي مكان في الملعب. يوسف ايمن قال لك اتمنى ان انا احقق بطولات مع النادي الاهلي واكون عند حسن القاعده الجماهيريه الكبيره. اهلا وسهلا بيكم. الفتره الاخيره ظهر لاعب موهبه، كل اطراف الرياضه اكدت ان اللاعب ده مهارات خاصه ونوع خاص ومختلف جدا خالص عن اي لاعب، وهو الكابتن محمد عبد الله. محمد عبد الله عنده 21 سنه، بيلعب في نادي دمنهور، بيلعب في مركز الجناح الايمن، وهو لاعب مهاره جدا بيسموه الجناح الطائر. كل الناس بتتوقع ليه مستقبل كبير للكره المصريه لانه بيسموه حاوي الاهلي الجديد. كابتن محمد جوناثان اوكيتا، لاعب جوناثان اوكيتا لاعب زيورخ السويسري. اللاعب دوت بصفه كبيره جدا فيه اهتمام داخل القلعه الحمراء بالتعاقد معاه. هو لاعب هداف وعنده 27 سنه وقدم موسم جيد جدا، وفي احتمال كبير لانهاء التعاقد مع اللاعب. وبيضيف المدرب بيقول ان هو بالطبع اوكيتا لاعب مطلوب في سوق الانتقالات، وهناك دائما طلبات وارده اليه من الانديه الاخرى، ولهذا السبب يجب ان نكون مستعدين اذا كان يجب ان يغادر. واضاف المدرب في تصريحات قائلا ان نظرا لاحتماليه مغادره جوناثان اوكيتا الفريق في الصيف. جوناثان اوكيتا لعب لنادي زيورخ السويسري لمده سنتين، لعب 78 ماتش وجاب 20 هدف وصنع 6 اهداف. وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. معاكم هاني محمد في قناه صوت الملعب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.